السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم غادي نحاولوا ما أمكن نتناولوا ثلاثة المواضيع مهمة. الموضوع الأول عن كرة القدم وهزيمة الوداد، طبعا اللي مشى منها الكاس. نقدروا نقولوا بأنها بطريقة غبية جدا، لأنه كان ممكن أنه يتفادى التعادل، وكان ممكن أنه يجيب النتيجة، لأن النادي الأهلي ما كانش حتى هو في المستوى، فقط تصيد أخطاء ديال الوداديين اللي ركنوا الدفاع مع الاسف. وانه في الفتره في الشوط الثاني اللي كان الاهلاويين بداو كيخسروا المقابله، وبقاو كيفقدوا المقابله وكيتعصبوا، وبقات كتهرب منهم المقابله. انا ذاك الوداديين كنرجعوا للدفاع، وبسبب طبعا كورنير، يعني ضربه زاويه، كان خطا في التغطيه في مقدمه المربع اللي كانت نتج عنها التعادل. وبالتالي الوداديين ما تحكموش في الاعصاب ديالهم، وتسرعوا بشكل كبير جدا، وخرجوا يعني وفقدوا المقابله. وبالتالي هنيئا للاهلي، وحظ اوفر للوداديين، رغم ان كنا نمني النفس ان الوداد تدي هذا الكاس هذا، ولكن بكل روح رياضيه الاهلاويين تحكموا في الاعصاب ديالهم وجاوا التعادل، ويستحقوا انهم يفوزوا بعصبه الابطال. طبعا هذا ما غاديش يقلل من قيمه الوداد، كيبقى فريق كبير كما كان الحال، رغم ان الغضب غادي يكون كبير جدا. بزاف الاوراق غادي تغير في الوداد، لان بعض اللاعبين مع الاسف انتهت الصلاحيه ديالهم، ويعني ربما تعطى فرصه لشباب او لا لانتدابات اخرى اللي ممكن تزكي هذا الترسانة البيت الاحمر اللي شرفنا كما كان الحال. فالوصيف ديال عصبه الابطال ولا ديال ذاك كيبقى من الفرق القويه في افريقيا. هذا من جهه. من موضوع اخر اللي هو موضوع الساعه، وهي الجريمه اللي عرفتها مدينه تطوان، طبعا اللي طبعا تحدث عليها الصحافه الوطنيه بشكل كبير، وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه الجريمه خلتني نوقف على واحد الحاله انسانيه غريبه جدا، يعني تركيبه بشريه صعيب انك تفسرها. كيف لام انها تخلص من الزوج ديالها، وفي نفس الوقت تخلص من الابن ديالها، واحتمال كبير انها هي سبب موت البنت ديالها بالتسمم. طبعا يعني جريمه لبروده اعصاب، وفي هذه الفتره طويله جدا كيفاش الانسانه عايشه حياتها بشكل طبيعي، ما مرضات ما حماقت ما والو، عايشه عادي جدا وكأن شيء لم يقع. بل اكثر من ذلك انها مشات للمغتفون باش توهم وتغلط الراي يعني. ولكن النفس عزيزه عند الله، لذلك تكشفت يعني، وربما انها مسؤوله عن اقبار الاسره ديالها مع الاسف. يعني انسان يتلبسه ابليس، يعني انسان كيسكنه ابليس او اكثر من ابليس، لان الانسان باش يكون عنده القدره انه يقتل يعني شريك العمر، ويعاود يصفيها الابن ديالها، يعني بواحد الطريقه غريبه جدا مع الاسف. الجرائم هذه يعني غريبه، يعني كيخصها دراسه، وكيخصها تعرف الاسباب، وتعرف علاش بالضبط هذه الامور هذه كتوقع. لان مع الاسف المغرب مليء بالمرضى النفسيين، ومليء بالناس اللي مع الاسف ما كيعتقدوش بان المرض النفسي احيانا راه بحال المرض العضوي، وان ماشي احماق. يعني كل انسان كتكون ضغوط الحياه كيحتاج ضروري من حين الاخر الطب النفسي باش يتغلب على مشاكله، ضغوط الحياه الى غير ذلك. لكن مع الاسف هذه الامور كتجي عيب شويه للمجتمع المغربي، على اعتبار انه مجتمع محافظ، ومازال كيعتقد بان الطب النفسي هو مرتبط بالجنون وبالحماق الى غير ذلك. وهذه مساله مع الاسف الكثير من الناس كنلقاو عندهم ناس اللي محتاجين للعلاج النفسي، ولكن مع الاسف ما كيدركوش الخطوره ديال وجود شخص اللي عنده انطواء، او اللي عنده كآبه، او اللي عنده انفصام الشخصيه الى غير ذلك. هاد الناس هادو راهو يمكن يكونوا خطر على الاسر ديالهم، وبالتالي كيخص ضروري من العلاج النفسي. طبعا هذه الجريمه طبعا هي جريمه يعني بشعه جدا، وهي ما كتشرفش الناس ديال الريف، لان هاد الناس معروفين بالرجوله والشهامه والقيام، وثانيا قليله عندهم جريمه من هذا النوع. لذلك يعني هذه الجريمه هزات مدينه تطوان يعني بواحد الشكل اللي خلات ردود الفعل ديال الناس انها تكون مستغربه، كيفاش هذه الانسانه عايشه وسط حومه اللي ما عرفوش يعني انها مجرمه كبيرة جدا، وربما إبليس يتمشى بينهم. ندوزو لنقطة أخرى اللي هي مهمة، واللي هي طبعا كتتعلق بالنظام الجزائري اللي تمادى في السب والقذف ديال المغرب، واي شيء يقع في الجزائر وسببه المغرب. وطبعا هذه الاسطوانه المشروخه يعني تناقشات في وسائل التواصل الاجتماعي وتيك توك اليوتيوب الى غير ذلك، كان كيكون هناك هجوم وهناك رد فعل. وطبعا من يحصد من يزرع الريح يحصد العاصفه، وهذا هو موقع النظام الجزائري مع الاسف. يعني كل الاتهامات اللي قدمها المغرب، كل الاشياء اللي حاول يصنعها ويفتن بها المغرب اليوم تعود اليه. اذا كان حاول يقسم المغرب بمحاوله زرع
مشكله ديال الارهابيين اللي هما جبهه البوليزاريو. طبعا اليوم الجزائر كتعرف واحد التقسيمات لا على مستوى القبائل، الهزود وكذلك الطوارق لذلك الى اعتدت على الاخرين وحاولت تقسم بلادهم. فبكل تاكيد غادي يجي واحد الوقت وغادي الناس ديال يعني ديال دا غادي يحاولوا يقسموا هاد البلاد. لذلك بضاعتنا ردت الينا. المغرب سيبقى موحدا، والمغرب يعني يدرك بان الامتداد الجغرافي لموريتانيا حدوده هو طنجة القويرة، ونحن في أرضنا أحب من أحب وكره من كره. لكن الجزائر اليوم ستعاني كثيرا أمام حركات الانفصال الكثيرة، يعني ماشي وحدة، ربما 3 أو 4 ستقسم الجزائر، لأنها تملك نظاما أحمقا، نظام يعني خارج تغطية أو ريزو، يعني لا يسير العصر، لا يعرف ما يجري في العالم، يعبث بثروات الشعب الجزائري، يعطيها رشاوي لسكياس الطرح ديال البوليزاريو. مع الاسف لو اننا نملك قياده حمقاء مثل الجزائريين لا دخلنا في حرب ربما لن نخرج منها لا منتصر، سواء كتكون خساره كبيره غادي يكون فيها لا منتصر ولا منهزم، لان الحرب يعني حتى المنتصر فيها فهو خاسر، لان كيخسر ميزانيه كبيره، كيخسر الات، كيخسر وقت، كيخسر وقوف التنميه، وقوف تقدم الاشغال في المجتمعات اللي كتحاول تطور نفسها. لذلك الحرب هي مصيبه كبرى، وبالتالي كنحمد الله بان عندنا قياده رشيده، عندنا متبصره صابره لا ترد على الحماقات وعلى التهجم اليومي على المغرب. فلو اننا كانت عندنا قياده حمقاء مثل الجزائريين لدخلنا في شنآن كبير جدا، ربما حرب طاحون بين المغرب والجزائر. ولكن نحمد الله بان نملك قيادة رشيدة، قيادة متبصرة تعرف بأن الحرب الحقيقية حرب التنمية، هي حرب التموقع الجغرافي، استراتيجية، البحث عن التجارة العالمية، على حلفاء جدد في العالم لخلق رواج اقتصادي وجلب رؤوس اموال الى غير ذلك من الامور اللي كتعرفها الدول العريقه والقديمه جدا، واللي كتملك دبلوماسيه متوارثه وعندها تاريخ وعندها قيم وعندها مبادئ وكتحترم حسن الجوار. طبعا الجزائر اليوم تحصل اليوم ما زرعته سواء من فتن في المغرب، فاذا كانت تتهم المغرب بالمخدرات فالمخدرات تاتي اليها من جنوب امريكا بالاطنان والكوكايين. طبعا الصفقه اللي كانت تم القبض عليها باسبانيا دليل على ان هناك رواج المخدرات، رواج الحبوب الهلوسه. كذلك اتهمونا بالعهر واتهموا المراه المغربيه. اليوم فضيحتهم كبيره جدا على مستوى الامارات ودبي الى غير ذلك. كل شيء يتهمون به المغرب طبعا يعود اليهم بخسائر وبفضائح كبرى، طبعا لانه من يزرع الريح يحصد العاصفه. شكرا على انتباهكم اصدقائي الكرام، والى اللقاء في حلقه قادمه.